في ناس بيعيشوا في حياتهم أدوار تضحكنا، لكن عمرهم ما قالولنا إن ورا الضحكة دي وجع كبير. فنان كان دايما بيضحكنا من قلبه، لكن قلبه نفسه كان مليان وجع وسكوت. محمد الشرقاوي، الكوميديان الطيب اللي اختفى بدري وسبق عصره وفضل اسمه محفور في ذاكرتنا رغم انه ما اخدش فرصته كاملة. في الفيديو ده هنعرف سوا حكايته من اول ما بدأ لحد اللحظة اللي سابنا فيها فجأة. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة. اتولد فناننا محمد الشرقاوي او اسمه الحقيقي محمد اسماعيل رشوان في 16 يناير 1954 في المنشية بمحافظة الشرقية، ومن صغره كان بيعشق التمثيل، ودخل معهد الفنون المسرحية واتخرج منه في الثمانينات، وكان من دفعته نجوم كتير جدا، لكن هو فرض نفسه وفرض موهبته. ورغم موهبته الكبيرة إلا إنه فضل في الأدوار التانية، وده كان مزعله جدا لأنه كان حاسس إنه هو بيعرف يمثل وإنه هو كويس جدا وموهوب. ومحمد الشرقاوي عمل 12 مسرحية واكتر و25 فيلم، رغم إنه هو معاش كتير لكنه عمل حاجات وبصمات كبيرة جدا في قلوبنا. ومن أهم أدواره اللي أنا بعشقها وبحبها جدا دوره في مسرحية راقصة قطاع عام مع يحيى الفخراني والجميلة سماح أنور. أما بقى مع الزعيم عمل فيلم الأفوكاتو، كان فيلم جميل جدا، كل شوية كان يقوله يا حيوان. بصوا كان كل لما يجي ينطق اسمه كان يقوله كده، وهو كان خطيب إسعاد يونس في الفيلم. بس كان فيلم جميل جدا جدا وكان دوره فيه حلو قوي. ومحمد الشرقاوي كان جايله اكتئاب بسبب انه على طول كان بياخد دور السنيد رغم موهبته الكبيرة، وانه كان حاسس بنفسه انه ممثل موهوب، لكن يا عيني ما كانش بياخد فرصته، وده كان مزعله جدا جدا. واعترافا منه بفضل الفنان الكبير جلال الشرقاوي سمى نفسه محمد الشرقاوي، لان كان صاحب الفضل عليه في اكتشافه هو الفنان الكبير جلال الشرقاوي. أما عن حياة فناننا الشخصية فكانت بعيدة كل البعد عن الأضواء، رغم أنه هو فنان مشهور لكن بيبعد حياته الأسرية عن الأضواء. اتجوز محمد الشرقاوي من سيدة من خارج الوسط الفني، أنجب منها ابن وحيد. ورغم أنه كان بيضحك جمهور كتير، لكن لما سألوا الناس القريبين منه قالوا أنه ما كانش بيحب يضحك كتير ولا يتكلم كتير، كان بيحب يستمع بس. وطلعت على الفنان إشاعات كتير جدا إن هو انتحر بسبب الزعيم اللي كان بيعمل معاه بخيت وعديلة، وإن عادل إمام طرده من الفيلم وده خلاه هو انتحر. لكن يا جماعة الكلام ده مش حقيقي. الفنان محمد الشرقاوي اتوفى في 6 مايو 1996 عن عمر 42 بأزمة قلبية في بيته. طبعا زعل عليه كل جمهوره وكل الفنانين زمايله إن هو توفى في سن صغير بالشكل ده، لكن بالرغم من كده ترك بصمة كبيرة جدا جدا، كل أعماله كانت محفورة في الذاكرة، خصوصا مسرحية راقصة قطاع عام. أنا كنت بعشق المسرحية دي وناس كتير بيحبوه في المسرحية دي، ودي كانت المسرحية اللي عملت صدى كبير جدا واللي قدموا فيها جلال الشرقاوي، وعلشان كده خد اسمه وحط اسمه بقى محمد الشرقاوي فضلا واعترافهم له، لان جلال الشرقاوي اداله فرصة كبيرة جدا مع نجوم كبار زي يحيى الفخراني وكمان سماح انور وفؤاد خليل. ناس كتير جدا كانت جميلة وحلوة قوي في المسرحية دي، لو شفتوا المسرحية دي مش هتبطلوا ضحك. وعمل مسلسلات كتير وأفلام ومسرحيات جميلة هذكر لكم أهمهم. فكان من أهم مسلسلاته أمواج لا تصل إلى الشاطئ، والسلام ختام، وعلى باب الوزير، وليالي الحلمية الجزء الخامس، والدنيا حظوظ، وحكاية سهى، والمرأة أصلها نمر، ولعبة الفنجري، وكمان مسلسل بوجي وطمطم في دور زقلط نجح جدا معاه وكسر الدنيا، وكمان مسلسل ليلى زمانها جاية، ورحلة أبو الوفا، وداعا يا ربيع العمر. كل دي مسلسلات عملها كانت جميلة جدا وناجحة وسبت أثر كبير جدا في نفوسنا. وهو أصلا لما كان بيطلع على الشاشة مجرد ما يطلع يلاقي البسمة الحلوة اترسمت على وجهه. رحم
رحمه الله. طبعا مش هننسى مسلسله عمو فؤاد اللي كان ناجح جدا ومكسر الدنيا. اما بقى عن افلامه فعمل افلام كتير جميلة ونجح، منهم سرق ام علي، قط الصحراء، الكذاب وصاحبه، الافوكاتو طبعا، اسمه ونصيب، والمعلمة سماح، وفتوات السلخانة، وايام الرعب، ونص دستة مجانين، وزمان الممنوع، فيش وتشبيه، وليلة القبض على فاطمة. كل دي افلام عملها كانت ناجحة وجميلة جدا جدا. اما عن المسرحيات اللي علمت مع الجمهور كان اهمها راقصة قطاع عام، وبختك يا ابو بخيت، وفي انتظار مغاوري، والملياردير، وافرض، والمخبر. مسرحية زربة مع وحيد سيف ومظهر ابو النجا كانت مسرحية ناجحة جدا، ومقالب حيران، والفرسان التلاتة، والواد رجب الشغال، وفلاح فوق الشجرة. وإبداعاته ما خلصتش على كده، لا ده قدم كمان فوازير المناسبات. في عام 1988 قدمها مع يحيى الفخراني وصابرين وهالة فؤاد، كانت من إخراج فهمي عبد الحميد. وكمان نجح في مسلسل العرايس بوجي وطمطم في رمضان، وكان اتشهر بيه جدا جدا. ربنا يرحمه، بجد بجد كان فنان جميل وبيسيب أثر واسع عندنا في ضحكته وبسمته وكلامه وأسلوبه، كل حاجة. رحم الله محمد الشرقاوي. يا ريت تقولولي ايه أكتر عمل حبتوه، سواء مسلسل أو مسرحية أو فيلم من أفلامه. أنا عن نفسي حبيت له جدا جدا راقصة قطاع عام. بجد كل الفنانين اللي كانوا مشتركين في المسرحية دي هيعجبوكم جدا، يا ريت تشوفوها وبرضه تقولوا رأيكم في الكومنتات. وبكده أكون قدمت قصة حياة الفنان محمد الشرقاوي، اللي ما كانش مجرد ممثل، كان روح طيبة في وسط الزحمة، ضحكنا من قلبه ووجعنا برحيله. ويمكن ما أخدش البطولة على الورق، لكنه خدها في قلوب كل اللي حبه. ويمكن غاب بدري، لكن ضحكته لسه موجودة وبتفكرنا إن هو موجود، وإن في ناس بتحب من غير ما تطلب وتدي من غير ما تستنى. ادعوا له وافتكروه بدعوة حلوة منكم. وحقيقي الفنان ده انا اتمنيت ان انا اعمل فيديو كبير وطويل عنه، وهو يستحق اكتر من كده بكتير، لكن حياته الشخصية حقيقي كانت بعيدة كل البعد عن وسائل الاعلام، لانه كان انسان حقيقي بيحب يكون بعيد عن الاضواء. وعلشان تعرفوا حكايات كتيرة جدا عن الفنانين من الزمن الجميل او من زماننا اللي احنا موجودين فيه، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي، واقول لكم مع السلامة، جيجي ستايل.